انت قاعده ما بتعملي ايه النهارده؟ انا بعمل ايه؟ قاعده اه. بفطر. انت شايف ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيك يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. طبعا زي ما انتم شايفين حال الست المصريه، تقوم الصبح وتتشجعي وتشوفي هنعمل ايه النهارده مع بعض. احنا هنعمل روتين كده سريع وفي نفس الوقت عميق برضه. مش عارفه الروتينات العميقه مش راضيه تخلص باين ولا ايه. وتقريبا الشتاء دخل من زمان، يعني الجو بقى ساقع جدا والواحد بقى بيكسل يعمل حاجه اصلا. بس ما تقلقيش على مين، طول ما انت مع دودو فاني هنقدم كل حاجه اشجعك بيها وانت كمان تشجعيني. بس يلا شوفي، حطي لي لايك واشتركي في القناه عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا بقى بسرعه نشوف هنعمل ايه. كده دي ان انا ما بعرفش افكها. كل ما اجي افكها تعصلك معايا، وبصراحه هي عايزه تتغسل، هي عايزه تتفور مش عايزه تتغسل. الحمد لله فكيتها. انا اصلا عايزه افكها من بدري كده وايه، واتكسرت. جيت اشغلها فراحت الطبق بتاعها اللي من فوق ده وقع على المروحه فاتكسرت. ف... فكسلت بقى اغسل دول، يعني حتى تلاقوني مفكه مغسله من بدري. مش كسلت بقى، قلت بدل ما اكسرهم واحده واحده اخد بريك كده، عشان ايه لما ارجع اعملهم مظبوط يعني. بس كده نغسل بقى دول. طبعا مش بنغسل دي بننفضها كده وبنلمعها بس، لان فيها النطور لو جه عليها ميه تتهري. هنفضها والمعها واشيلها وارجع لكم. يلا طبعا هنفض بقى، ننضف مع بعض بقى، فتتشجعي يلا وقومي شوفي بسرعه هتعملي ايه معايا. هنتكلم مع بعض النهارده برده شويه عن ايه واحنا بننضف. تمام. طبعا مع برده معاكم. قلت بقى امسك كده امسح الحيطه كويس جدا، وباذن الله الحيطه دي على رمضان كده. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وانتم طيبين. بالنسبه لراس السنه هنغير اللون النبيتي ده وندهنها لون حلو بقى مع بعض وكده يعني. شوف يعني لسه هديها لون ايه يليق مع الكافيه بتاع الصغنن. ابتديت كده لمع الحيطه، كان عليها تراب برضو اللي هو الترابه الناعمه دي يعني. وابتديت ان انا بوريك كده، بقولك هي بتشيل الترابه الناعمه حلوه قوي. وابتديت ان انا المع بقى، وكمان هندردش مع بعض دلوقتي. انا شويه بسجل لكم وشويه بسيب لكم الفيديو على الطبيعه، وانتوا قولوا برضو في الكومنتات حابين كده ولا كده ولا ايه بالظبط. وبرضو قولوا لي حابين ان احنا ندردش مع بعض ولا لا، عشان النهارده برضو قلت ادردش معاكم وكده يعني. فابتديت ان انا المع بقى الحيطه وكده، ومش عارفه المساحه دي ابتدت ايه تضايقني كده، مش عارفه باظت ولا ايه اللي حصل. مش مهم، ممكن نبقى ايه نغير. حلوه جدا ان هي ما بتقفيش على السلم، ما بتقفيش على حاجه، بتلمعي وانت واقفه على الارض. حلوه جدا في المسيح يعني، في الترابه الناعمه بجد عجبتني قوي. في كل حاجه بتنفعني بصراحه. وابتديت زي ما انتوا شايفين كده بقى ايه، قلت بقى المع الحيطه واظبط كده الدنيا. وهنقل التلاجة دي هحطها. انا اصلا كانت التلاجة اصلا مكان السفرة، والسفرة كانت مكان التلاجة، وانا كنت مغيراها قبل ما اعمل القانون كده. فحبيت اغير الشكل يعني، والتجديد بيغير المود وكده. حتى لو حاجة بسيطة جدا بتبقى حلوة برضو. فهنقلهم برضو مكان بعض وكده عشان ادي وسع للمكان اكتر يعني. انا على طول بحب اغير يعني، بحب اشيل حاجه من هنا احطها هنا، انقل حاجه من هنا كده يعني. على قد ما اقدر بحب ان انا اعمل تغيير حتى لو بسيط يعني. وهنعمل بقى تغييرات كتير، وهنحتفل مع بعض براس السنه. كل سنه وانتم طيبين. وفي حاجات كتير جدا هنعملها مع بعض. عشان كده بقولك بقى اشتركي في القناه. انا لسه شايفاكي انت ما اشتركتيش وما كتبتليش كومنت حلو زيك يا قمر، وما حطيتليش لايك. لسانك طيب مع اللي حواليك ولقيتي نفسك بتاخدي اساءه، لا اختصري على طول. لقيتي بص، اصل هو على طول يعني حتى في بصي، هو عامة يعني لما بيكون انت بتقدري اللي حواليكي وبتهتمي وبتسألي واسلوبك كويس ومعاملتك كويسة وما تلاقيش ده مقابله نفس الطريقة، فمش هيبقى لي لازمة عملتي زي ما عملتيش. فعامة يعني اذا كانت اخت الزوج، او اذا كانت الزوجة، او اذا كانت الحمة، او اذا كانت السلفة، او اذا كانت اي يعني اي لقب ليها هي ايه، اي مسمى يعني. انتي بتعملي كويس وتقدمي خير والدنيا مش عاجباكي، اختصري على قد ما تقدري، لاني كده هيبقى في مشاكل يعني. الام حتى عامه لما بتيجي تزعل من ابنها تقول انا ربيته وكبرته، هو مش مهتم، هو مش بيسأل، هو
بتبقى في مشاكل كتير وفي ضغط وهي عملت وهو مش فارق معاه وكده. يا امي بصي، سنة الحياة ان انت تربي وغيرك يتجوز والدنيا تمشي وان انت تربي وبنتك تتجوز وغيرك ياخدها، دي سنة الحياة. حتة بقى ان هو مش بيسأل او هو مش بيهتم او هي اسلوبها مش كويس، انت على طول قدمي الخير. الدنيا ما جاتش معاكي يبقى ملكيش دعوة، بل ابنك بس واختصري عنها هي. وادام اسلوبها مش كويس، عمرك ما تغيري اسلوب حد، وعمرك ما تغيري حد اتربى على شيء عمرك ما هتعرفي تغيريه. فطول ما انت بتقدمي الخير واللي قدامك مش شايف ان انت بتقدمي حاجه، فخلاص بقى يبقى انت مالكيش الا اللي ليكي بس، اللي هو ابنك وبس على كده. ولو انت اخت زوج برضو نفس الحكايه، مالكيش الا اخوكي، ومالكيش الا ان انت تسالي على اخوكي مثلا او عيال اخوكي، هي مضايقاكي في حاجه مالكيش دعوه بيها، اختصري. لان ساعتها الاختصار هيبقى عبادة احسن من انك تقولي كل شوية دي مراتك وهي تقول لاختك ومراتك واختك، وهو الوحيد اللي هيتشتت في الليلة دي، وهتلاقي في قلق وهتلاقي في مشاكل. صباح الخير يا جارك، انت في حالي وانا في حالك، يعني انت في حالك وانا في حالي، دي مشيها عليها على طول. اللي بيعمل مشاكسات واللي بيعمل عناد واللي بيعمل خناقات، ان احنا على طول بنشوف ان انا لا انا صح هي غلط، يبقى المفروض يبقى في عقاب. هي غلط انا صح، يبقى بص، محدش بيقتنع برأي حد، محدش بيقتنع بتفكير حد. وانا بتكلم عامة، يعني انا مش عارفة الدنيا عند كل حد بتبقى ماشية ازاي، بس عامة يعني اللي انا اتعلمته حتى من اهلي، اني طول الدنيا ما انتي بتقدمي خير عامة مع اي حد، مش شرط يكون في موضوع السلايف. طول ما انتي بتقدمي خير والدنيا ما بتجيش معاكي، الخير ما بيروحش، الخير عند ربنا. اعمليه برضو، بس يعني ما بلاش اختلاط. يعني اعملي الخير اللي ما بينك وما بين ربنا، ده مش شرط اي حد يبقى عارفه، بس بلاش اختلاط بقى، بلاش بقى ايه الكلام الكتير اللي هيخلينا قلنا وقالوا وعدنا وكان قصدها وكانت عايزانا اعمل كده. انا عامه بتكلم عامه، يعني انا عامه، يعني انا اهل جوزي يعني هما في حالهم وانا في حالي، ما بندخلش في شؤون بعض، ولا انا بتدخل ما بينهم وبين اخوهم، ولا هما بيدخلوا ما بيني وبين جوزي عامه. بس يعني كتب لي في الكومنتات عن الموضوع ده، وشايفاه ان هو يعني من الحاله، من ضمن الحالات اللي كل يوم ممكن تكون في اي بيت، ان يكون في مشكله من النوع ده يعني. فحبيت ان انا اتكلم فيها. وملخص الكلام بقى للزوجة وبالذات الحمل ممكن والحما تكون متضايقه، محدش والسلفة يقدر وأخت يمنعك عن ابنك، الجوز، ده ابنك اللي انت كل مخلفاه، واحدة في محدش يقدر دول يمنعك عنه. ليها بنت ليها فهو أخت يبقى ليها. اسلوبه معاكي واسلوبك معاه، محدش بصي كل يقدر واحدة في دول يفرقوا عن ليها بعض. حد هي مضايقاكي في هيتعمل فيه حاجه زي ما انت بلاش منها، هتعملي، فنتقي الله كنسليها من بعضينا، اللي ما حياتك. ترضوش على نفسك ما وهو ترضوش يبقى على بس غيرك. فعلى معاملتك قد معاه ما هو، تقدري لو بدل الدنيا ما مش كل شويه عاجباكي ما نخش في نزعلش جدال. بعضينا علشان ونفس ما الحكايه توجعناش الاخت بقى الزوج، بالنسبه للزوجه وربنا بقى، يكفيكوا شر بقى اعملي على قد ما السكر تقدري ان انت والتعب تكون معاملتك والجلطات كويسه والحاجات اللي ومعاملتك منتشرة طيبه اليومين مع اللي دول. ربنا يكفيكوا حواليكي. شرها جميعا. ما تجليش على نفسك، قدمي الدنيا السبت مريحاكي والحد اتعاملي، والاثنين الدنيا مش زي ما مريحاكي الامثال اختصري. بتقول، يعني وبنقول ما مقولة بقى لقيتيش ايه، مقابل الاختصار او عبادة لقيتي يا الدنيا جماعة، الاختصار مختلفه عبادة. مش زي ما انت وادام عايزه ما او انت فيش مش اتفاق، مرتاحه، يعني ما اختصري. فيش ما اتفاق ما توصليش بيننا وما بين لمرحله بعض، ان يبقى انت نختصر تبقي وما نوجعش قالت دماغنا بقى وعادت وتعملي وكده. مشاكل وتعملي ضغط لنفسك وتعملي لان ضغط للي محدش هيوجع حواليكي، دماغه الا وحياتك انتي، ممكن وانتي تتخرب اللي بسبب ده. هتحسي انتي تعبانه، وانتي اللي حاولي على قد هتحسي ان ما انتي تقدري، حتى لو مضغوطه. انت قاعده في فليه بيت عيله، انك هنتعامل؟ ما برضه يرضي يعني الله، على قد ما الدنيا جت تقدري ان معانا انت تمام، ما جاتش تختصري، معانا يعني نخطب. ما تتعمقيش في وعامة الدنيا قوي، انا ما برضو تخشيش في هبقى تفاصيل حما حياتهم قوي وهبقى لدرجه ان اخت انت بعد جوز كده وهبقى تلاقي زوجة نفسك حاليا. يعني فما بقيتي بمشي داخله في بالمقولة عيشتهم دي، قوي، انت يعني مش لما عارفه اكون تشيلي حما نفسك. فخليكي كده على عجبتني الحدود الدنيا مع مرات المتوسطه لو ابني، الدنيا الدنيا مش ما عاجباكي قوي. عجبتنيش، ليه هي بقى بتكلم مرات كده؟ ابني لان وانا هعمل ابني بتبقى في بس، حما طيبه قوي واختصر وبجد عنها تستاهل عشان ما ان تعامل اخربش كويس بيته وما تلاقيش معامله واخرب كويسه. بتبقى حياته في مرات ابن وكده. كويسه يعني جدا وبجد مش تستاهل عجباني الدنيا، ان مش يبقى في هتعامل معاها معامله كويسه، خالص. بس ما لكن يبقاش في مش معامله كويسه. مش هفضل اقول بتبقى لمراتك في مراتك اخت مراتك، كل زوج واحد ادرى بعيشه، يعني كل واحد معاملتها ادرى حلوه قوي بحياته. قد ما هو وبجد ما مرتاح بتلاقيش ربنا اللي يصلح يعملها حاله. كويس وما بتلاقيش التقدير ليها بالنسبة في بقى كده. لما كنا أخت فمش جوز، كله برضه حلو ومش هتعامل كله بنفس وحش الأسلوب. وكل برضه مش البيوت عاجبني فيها برضه مرات مشاكل أخويا، يبقى ومشاكلنا اللي ما واحدة. بينها وما وحتة ان انت بيني، تطلعي يعني مين اللي ما بيننا المظلوم وما بقى بين ومين بعض هو البريء أخويا، بس ومين مش أكتر. الظالم، دي بس مستحيل مش تعرفي أكتر. تطلعيها. فبرضه يعني مستحيل هتكلم برضه تقعدي في في يعني في في الإيه، موضوع مشكلة في زوجة القطار وحما المحدود. واخت جوز وتطلعي مين اللي غلطان. كل واحد ساعتها بيقعد ويقولك انا، تحس ان هو مظلوم، فمش هتعرفي تطلعي، يعني مش هتعرفي تطلعي الحق فين. بس هو ساعتها يعني هيبقى من الحق ومن الافضل ان احنا نختصر. ربنا رزقك بقى باخت زوج كويسه، قدريها واحترميها، وعلى طول خليكي كويسه معاها. ربنا رزقك بحما كويسه، الحما الكويسه دي بتبقى نعمه من عند ربنا. قدريها برضو واحترميها واحتويها على قد ما تقدري، ان هي مش هتضرك في شيء، بالعكس يعني. يعني دي حاجه ربنا رزقك بيها كويسه، فحاولي على قد ما تقدري ان انت تكوني تنميها يعني. ربنا رزقك بمرات ابنك حلوة معاكي، يبقى
اعمليها زي بنتك وراعيها زي بنتك واللي هتعمليها معاها، يعني اللي هتعمليه معاها هتلاقيه في بنتك باذن الله، ان حماتها تعملها افضل واحسن ما انت بتقدمي. ولو انت اخت زوج برضو نفس الكلام، زي ما هتعملي مع مرات اخوكي ربنا يرزقك باللي يعمل معاكي ومع عيالك، كما تدين تدان. بس كنت حابه ان انا اتكلم معاكم وادردش معاكم، ويا رب ما اكونش صدعتكم، بس انا يعني بناشد كده البنات الصغيره واللي داخله على جواز، وكمان هم طلبوا مني، يعني طلب مني في الكومنتات ان انا اتكلم معاكم. طبعا زي ما انتوا شايفين بقى انا لسه بتكلم معاكم، بس صوت الغساله كان شغال فما عرفتش ان انا اسيب لكم المقطع ده يعني. وكمان عايزه اقولك ان في بقى، احنا اتكلمنا عن الحما، في بقى الحماكي، يعني في حما بيبقى كويس جدا وبيعتبرك زي بنته، فبجد لو ربنا رزقك بحما كده قدريه واحترميه وشيليه فوق راسك، لانه هيبقى زي والدك بالظبط، وزي ما هتعملي معاه ربنا هيرزقك باللي ايه بيعمل مع عيالك برضو. وعلى فكره انا شايفاك انت ما حطيتيش لايك ولا اشتركتي في القناه لحد دلوقتي، عشان اول ما اعمل روتين يجيلك على طول يا قمر. وكمان انا كنت هسيب لكم الكلام على طبيعته، بس الغساله كانت شغاله وانا نسيت خالص، وكنتوا هتصدعوا معايا، عشان كده سجلت لكم الكلام من اول وجديد. ويلا بينا بقى نزق التلاجة ونشوف كنا بنعمل ايه، عشان انا نسيت اصلا انا كنت بعمل ايه، وشكل الروتين ده كان دردشه بس ولا ايه. عشان كده ايه النهارده اتكلمنا كتير قوي مع بعض. بصوا انا لمعت الحيطه كلها، شلت التراب اللي كان عليها ورحت ملمعاه. ايه بقى رايكم في الكومنتات؟ تحت. بس بقى انا قلت ايه، اجيب التلاجة هنا واجيب السفرة الناحية التانية. قلت بقى امسح كده، وقولوا لي برضه رايكم في الكومنتات، وقولوا لي برضه عايزين نتكلم في ايه مع بعض في الكومنتات. احنا بندردش يعني، عشان مش معقول هفضل اقول لكم انا شلت السفرة من الناحية دي، طب انا عملت كذا الناحية دي، انتوا شايفين انا بعمل ايه. وفي نفس الوقت بحب بصراحة اتكلم معاكم، لان كلامنا مع بعض هناخد على بعض على طول. طبعا الاماكن اللي مش جايه بالمساحه دي هجيب فوطه دلوقتي وهلمع بقى الشباك كويس برضو وكده يعني. هجيب بقى السفره الناحيه دي وكده يعني. التنظيفه دي بقى حلوه، التراب في الشقه بيعمل طاقه سلبيه، فانا بحب ان انا ايه. وخلي بالكم انا مش بلمع باستمرار، عشان انا برضو الدنيا بتبقى عاديه، انا بس لما باجي انضف واحس ان الدنيا عايزه تتلمع بلمعها، غير كده يعني عادي يعني زيكوا يعني. ساعات بصحى من النوم مثلا بيبقى عندي مدرسة، عندي درس، عندي أي حاجة هعملها، ممكن مثلا اليوم دون أديها تنظيفة كده سريعة وما لمعش عادي يعني. مش شرط إن احنا يوميا بنلمع وننفض والكلام ده. الحمد لله. بس اليوم اللي ما بعملش فيه حاجة في الشقة، تاني يوم لازم أفضل بقى إيه، أنا بس واقف الحمام تنور. الشكل بقى مش حلو قوي ان انا نقلت يعني كده، هبتدي ان انا ارجعها كده بقى. لمعت باب الشقه ولمعت السفره ولمعت مكان الستاير ولمعت التلاجه، لمعت كل حاجه، ما فيش اي حاجه على الارض خالص. وقلت بقى امسح واغسل الواقي اللي كان هنا دون وايه وبغسل الستاير بقى، معلقه على الستاير في الغساله علشان هفرشها معاكم، بس مش في الروتين ده بقى. الروتين الجاي باذن الله هيكون الحاجات نشفت، فهروح بقى ايه ماسكه الصاله كلها مسحاها تاني ومنضفاها واروح فرشاها بقى. تمام. اهم حاجه ان انا كده لمعت التلاجة وكله. لو ما عجبنيش بقى الطريقه دي بعد كده ممكن اغيرها معاكم تاني يعني عادي يعني. التغيير حلو، اي حاجه بتعمليها حتى لو بسيطه هي حلوه. وكمان انا عشان الروتين ما يطولش عليكم، يعني في حاجات بعملها عشان الروتين ايه ما يطولش عليكم. طبعا احنا كده بقى ايه هنلمع مع بعض. هغسل بقى الواقي ومعلقه على الستاير تتغسل، وهغسل المراوح معاكم الروتين اللي جاي، وهنفرش ان شاء الله الستاير والايه ونفرش الصاله يعني. انتوا عارفين انا الشتا ده غسلت كميه حاجات، لا واتبهدلت وغسلتها تاني، مع اني ما عنديش مش ما بحبش امشي على السجاده وهو مطرب او في حاجه مبهدله او مبقع يعني. ممكن السجاده او الواقي لو اتدلع عليه اي حاجه بسيطه اروح لما اجي اغسله وانا اكون لسه غسلاه.
احط بقى ايه، اغمق كده واسيب الصلاه تتهوى يعني. كده كده مفيش حد قاعد في هلمع بقى وارجع لكم تاني بعد ما اخلص. وبكده بقى اكون خلصت معاكم الروتين بتاع النهارده. يا دوبك بس هنضف الحته اللي هي فيها الانتريه كده واظبط الانتريه، وهي كده كده اصلا نظيفه وكنت عاملاها معاكم. وكده خلصت معاكم الروتين. لو بتكملي معايا بقى الروتينات لحد الاخر بشكرك جدا يا قمر على تشجيعك ليا. ولو انت اول مره تشوفيني بقى ما تنسيش بقى تحطي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، واعملي الاشعارات اهم حاجه للكل عشان اول ما اعمل روتين يوصلك على طول. تمام. انا ما رضيتش اطول معاكم قوي علشان انا لسه هغسل الواقي وفي سجاده تانية هغسلها وشويه مشيات ومش عارفه ايه وكده هغسلهم برضو عشان الروتين ما يطولش عليكم. والستاير بتاعه الطرقه دي برضو هغسلها وانشرها وتنشف وهعلقها معاكم. بصوا انتظروني، الروتينات اللي جايه كلها حلوه جدا وهنشجع بعضينا، والشتا داخل بقى والسقعه وكسلانين، فانا باذن الله هشجعكم وانتم كمان شجعوني بلايكاتكم وكومنتاتكم. ومع السلامه واشوفكم في روتين جديد. سلام.